صباح الخير عليكم خوتي وخواتاتي الزوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار مميز، اليوم ليله القدر، ليله عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. فاختاريت نشارك معكم اليوم من الصبح حتى العشيه شنو درت. يعني انا غنمشي للزنقه ونجي ونخدم وكل شيء. بالنسبه للخدمه عندي واحد جوج بنيتات، هما بنات جاراتي والصديقات ديال ديال الوداد في النظرات. آه، خيط ليهم جليلبات، كاينه هذه في البلوغوا، كاينه واحده اخرى في البناني. مهم وكان اليوم ليله القدر. المهم بغات من الام ديالهم قالت لك راه خصهم جليلبات باش يلبسوهم كتقاليد. عارفين عندنا حنايا تقاليد اللي خصنا نلبسوا لباس تقليدي ومازال كنا كنمشيو للتراويح هكايا، وكيمشيو معنا هكا البنيتات بالجليلبات وهذا. ساعه دابا ما كايناش التراويح، راه المهم خصنا نبقاو محافظين حنا على داك التراث، ونبقاو محافظين على هذاك الطقوس اللي كنديرو. نط دابا غادي نكمل جلابه في البناني، راني خدمت عليها البارح في الليل. وهذه حتى هي كنت بديتها في الليل، ودابا غادي نكمل ليها غير القب. نبقى لي ما بقاش ليها بزاف، نكمل ليها غير هاد الخدمه اللي باقا. ومن بعد غادي نمشي نديهم المصبانه. وتما في المصبانه كاينه واحد البنات كينقشوا هكا الحنه. وداد اليوم مع صايمه، قلت لها راه غادي نقش لك اليديات، غادي تلبس هكا القفطان، وغادي نديرو هذاك الشيء اللي مولفه كنديروه حنايا مع والدينا نهار ديال ليله القدر. وغادي نشارك معكم هذاك الشيء كامل اللي غادي ندير من الصباح حتى العشيه، وغنشارك معكم الفطور ديالنا اللي غيكون يعني مغير على على الشيوات اللي مولفه نديرو. حيت اليوم ديال ليله القدر سنديرو فيه اما الكسكسو اما رفيسه. المهم كل واحد شنو كيدير. المهم خليكم معايا. ونتمنى لكم فرجه ممتعه وهكايا افاده في هذا الفيديو هذا. كما كتشوفوا هذا اللون هذا ديال الخياطه انا دخلت فيه. هاد الجلابه راه انا غتلقاوها في القناه ديالي الثانيه ديال لمسه عصريه، كيفاش تخيطوا جلابه ديال طفله ديال 10 سنين، تفصلوها وتخيطوها كلشي غتلقاو تما. هنا غير لقطات كنشارك معكم من العمل اللي كنقوم به اليومي ديالي. مشيت حطيت الجليلبات في المصبانه، خاصهم ضروري يشدوا النوبه، عارفين العواشر هادي والمصبانات تيكونوا عامرين. وجيت هنا باش نقش الوداد. هنا راه كاين بزاف ديال النقاشات، مع بزاف غير في الشارع، والناس كلشي كينقش تبارك الله. شوفوا الحنه كيفاش دايره عندها، كلشي كينقش هكا صبيعات البنيتات باش يحتفلوا بهذه الليله ديال القدر، تتكون فيها الحنه. البنيتات الصغار كيلبسوهم جليلبات، المهم داك اللباس المغربي التقليدي. وحتى حنا بدورنا غنديروا داك الشيء. كتشوفوا النقشه ديال الوداد، ودارت ليها حتى البريو. هنا البنيتات ضروري تيديروا لهم هذاك البريو، كيبغيو هكا باش تقطع حالهم. هذه الثانيه كتشي واعرة. شنو وداد وداد صحه. زوينة بحال الدرة ديالي بحال هكا حتى البريو كيطير. مع الباب. دابا مشيت للمصبانه باش لقيتو بعداك وجد ليا الجليلبات، رغبت ونيت باش يوجد ليا جليلبات باش نديهم للبنيتات حتى هما مساكن راه كيتسناو، حتى هما باغيين يحنيو وباغيين هذا. درت معاهم باش نعطيهم ليهم اليوم. هذاك الشيء علاش خرج في هذا الصباح هذا، وعاد باش نبقى انا نكمل شغلي على خاطري. كما تشوفوا الجلابه ملي تصلحات جات غير نص طوق هكايا، درت ليها شويشيه القدام وشويشيه هاي في القب. جات زوينه خفيفه هكا تلبسها البنيته. هما جوج هي الخواتات، درت ليهم وحده في هذا اللون هذا، والاخرى انا غنوريكم الثانيه هو يجيبها لي من العلاقه هنايا في المصبانه وغتشوفوها. المهم حتى لو بغيتو كيفاش تفصلوها تخيطوها كما قلت لكم راه كاينه في القناه الثانيه ديال لمسه عصريه. تقدروا تلقاو هذاك كلشي اللي بغيتو، البلدي الرومي ديال الصغار ديال الكبار. يعني قناه متنوع فيها كلشي. هذه ديال اختها اللي كبر منها ديال 10 سنين، والاخرى ديال 8 سنين، الزرقاء في هذيك اللون 8 سنين. شوفوا دخلت ليها فيه هذا الخضر، وبصراحه عطى واحد اللون زوين مع البناني، يعني ميلونج او تزاوج الالوان. هو اللي ولا دابا حاليا كاع تشوفوا كاع الموديلات. من بعد ما جيت من هذا الزنقه غادي نطيب دابا الفطور. ان شاء الله نديرو كسكسو بالتفايه. على حسب ليله القدر نديرو اما كسكسو بالتفايه ولا الرفيسه، كل واحد شنو كيدير. المهم انا قشرت البصله هي كما كتشوفوا، قشرتها باش نصايبها التفايه. انا نقطعها. عندي الحيمات هما ديال الغنمي، وعندي الزبيب. شوفوا تبارك الله هذا الزبيب هذا، شوفوا يعني الحبات ديالو قداش.
ها هو خديت منه 5 دراهم. وعندي 10 دراهم هنا ديال اللوز، انا غنديرو يغلي باش نقشرو ونحمرو. المهم دابا غادي ندوز باش نصب الكوكوط. هكا غندير اللحم حيت الغرمي هذا غنطيبوه في الكوكوط، وندير بصله هكا يطيب بوحديتها. ها نتوما معايا، هي البصله هادو 2 بصلات غنديروهم مع اللحم هادو يطيبوا في المرقه، وغادي نطحنهم هكا في الهاشوار باش تجي بصله رقيقه وتجي المرقه مدغمره. وإذا راه باقا بحنتها قالت لي نعاونك حيت دابا جا الجوع بغات تدخل معايا للكوزينه. ياك وداد؟ صافي ما غندير دابا غير شويه البزار، ما نكثرش البزار. نزيد معلقه كبيره ديال سكينجبير حيت دابا اللحم خصو يطيب في العطريه مزيان باش يجي بنين. معلقه ديال الخرقوم، بقى نزيد الضويمه هذيك ديال الزعفران. غندير واحد راس المعلقه ديال القرفه حيت حنا دايرين نكسكسو هكا بالتفايه. الملح على حسب الذوق. درت شويه بلديه وشويه روميه. عندي شويه بلديه. البصله هي قطعتها اللي غندير بها التفايه، ولكن درت لها شويه العطريه، درت شويه سكنجبير، شويه القرفه وشويه الملح وشويه الخرقوم باش كتجي بنينه. غنزيد لها الضويمه ديال الخرقوم ونخليها طيب واحد نص كاس ديال الماء حيت هي ما تتبغيش الماء بزاف، وعلى عافيه مهيله حتى طيب لنا البصله وندوزو نعسلو. ونتلاقى معكم هنايا دابا. راه درت الكسكسو، شوفوا الكسكسو تبارك الله كي داير. غادي نفزقوه نديرو يفور، هو كنفورو 2 فورات. صافي راه عارفه القاعده ديال الكسكسو ديما كنديرو. وهنا غادي نسلق البيض باش نزينو به. المهم هي التفايه ديالنا فين وصلت، شفتوا كطيب بلا ما، يعني غير بنص كاس. شوفوا التليفون ضبط. ها هي غادي نخليها تقرب طيب وغنزيد ليها الزبيب. دابا غنقشر اللوز قبل ما نفتل الكسكسو ونديرو يفور. غنقشر اللوز الكسكسو هو دابا غادي نعاودو فور الفوره الاولى. دابا ملي حليت الكوكوط غادي ندير القريعه. عاد غندير القريعه طيب. اللي بغاها كاين اللي تيدير خيزو، كاين اللي تيدير قرعه وخيزو، كاين تيدير غير القرعه. انا درت الحمص ودرت القرعه الحمراء. وغادي ندير واحد الربيطه ديال الربيع صافي ومطيش. بالنسبه للكسكسو دابا باش غنعاودو تندير ليه المليحه، تنزيد فيه شويه ديال السكنجبير والبزاره باش كيجي الكسكسو حتى هو بنين. يعني ماشي الخضره اللي بنينه، وانما حتى الكسكسو ملي كنكونوا ناكلوه حتى هو تيكون بنين. دابا راه غادي نخوي عليه الماء ونخليه يتشرب مزيان. دابا راه درت الكسكسو يفور وجيت هنا باش نقطع هاد الباباي باش غندير بها العصير. شو سبحان الله ما فيها لا زريعه لا والو. بعد المرات كنفتح شي وحده كنلقى فيها هذيك الزريعه، هذه ما فيهاش الحبات ديال الزريعه. غادي نقطعها هكا طريفات تعطي واحد النسمه زوينه. غادي ندير عصير هكا متنوع ما بين الليمون ما بين مشماش. وكاينه اللي كتكون هكا طايبه، هذه باقا شويه. المهم غادي تطحن غتجي مزيانه. تمايا عندي في الكاس خديت شويه ديال مركز ديال الليمون الحامض، وعادي نعصر عليه حتى الليمون باش كيجيو بحال الباناشي. فيه المشماش فيه الفريز والخوخ وهاد البابايا. وهاد النص غنحتفظ به حتى الغدلين ان شاء الله، يعني باش ما كنديرش كلشي. وهنايا داك المشماش البلدي هذا هو اللي عندنا في الدار عند الوالده اللي كنت صورت معكم. عندنا هذيك الشجره ما عرفتش دابا واش شكون طابت، خليتها تقريبا السيمانه الاخرى بدات كيتزنك هكا بديت يحمر. وان شاء الله في العيد يقدر يكون طايب. عرفتي تيذوب في الفم وفيه واحد النسمه واعره. حتى في العصير كيجي زوين خطير حيت هذا مشماش بلدي. عنده واحد الفتره اللي قصيره، يعني حاولوا تاكلوا راه فيه بزاف ديال الفوائد. وانا غندير به العصير. صافي دابا راه حنا قربنا نوجدو. درنا واحد التحليه دارتها بنتي ياسمين. قولي ياسمين شنو درتي فيها هذا؟ درت فيها لترون ديال الحليب و3 معالق ديال المايزينا و3 معالق ديال السكر ودرت تقريبا 3 معالق كبار ديال الشوكولاته غبار. داك المر. اه صافي هنا شنو درتي لنا في الزليفات؟ هنايا شديت بهم هكايا ايوا عندكم شديتو طحنتو ومع 3 معالق كبار ديال الزبده دائبه. صافي وخلطتي. هرمشتو ودرت واحد حطيتو هكا. دابا تفرغي فيه. نحطو.
شوفوا القوام ديالها تيجي الصراحه، وحتى في المذاق كتجي ثقيله بحال دانيتي ياسمين. بحال دابا دابا كنبداو نفرغو الفلافل ونحطو فيها. عندك تحرقي. هي كتجي ثقيله ياك. هي في الصراحه هاد التحليه معتمده دائما كنديروها هكا، اما السحور ولا اليوم دايرين الكسكسو ودرنا شويه العصير، قلنا غادي نديرو مع التحليه مورا الفطور، ومع وداد هي صايمه نديرو نفرحوا بها، نديرو بها معاها شي حاجه. ها نتوما الشكل شفتوا. وحتى قرب دابا المغرب راه قريب، عيطات اختي جايه هي ووليداتها وراجلها، جات تكسيهم هنايا قريب ليا وقالت لي راه غادي نجي نفطر معاك. قلت لها مرحبا بك، رانا دايره الكسكسو، ما درتش يعني فطور كبير. قالت لي داكشي اللي بغينا، حنا بغينا غير الكسكسو، غادي تفطر معنا ان شاء الله. المهم هانتوما كتشوفوا التحليه كيفاش كتجي. باغا نفرغوها تعاودي تزينيها يسمى شي حاجه ولا تخليها كسامبل الجوز الفيري ولا باش ما بغاو هما يزينوا على حسب الرغبه ديالك. ايوا صافي هانتوما كتشوفوا. كملوا هذوك الزليفات دابا غادي نخليهم هيا من بعد ما عمراتهم ياسمين، غادي نديروهم دابا في الثلاجه حتى يبردوا، من بعد غنزينوهم بالبنان ياك ياسمين. بالبنان وطريفات هكا اللوز مهرمش، درتو في الزيت بارد وخليته يطيب على خاطره باش يبقى مقرمل. ها هو كيتقلى. بالنسبه للتفايه دابا عاد نزيد ليها هذا الزبيب كما شفتوا مغسول، وغادي نزيد ليها نص كاس ديال السكر. كاين اللي كيدير العسل، انا دابا درت السكر، وغادي نخليها تحمر. دابا هي لونها بحال هكايا، طيب هكا بنينه. غنزيد واحد المعلقه ديال السمن الحار صافي، وغادي نخليها تكرمل مزيان حتى تولي اللون ديالها مذهب. بالنسبه للسمن تيبقى اختياري، اللي يبغي يديرو هو تيعطي واحد النسمه زوينه في التفايه. درت نوريكم الحنه ديالها كي خرجت زوينه. يا حيدات ما قدرتش تصبر، قلت لها خليتها نفطروا ايوا نصوروا هكايا من مور الفطور. قالت لي صافي نحيد. لا قريبه هي صبري ديك الجوع صافي. دابا بقى لي غير نسكيره، درت معلقه ديال السمن الحار، غادي نحل فيه مزيان تيتروح مزيان هذاك السكسو، عاد باش نسكي وغنشارك معكم الشكل النهائي ديالو. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال القصعه الكسكسو بالتفايه كما شفتوا. زوقتها على قد الحال، ها نتوما شوفوا. هنايا درت اللحم الوسط، ملي بغيت نسقي ما شاركش معكم التسقيه، ان حطيت اللحم الوسط، من بعد دورت عليه التفايه اللي جات في الصراحه معلكه. التفايه جات غزاله. انا نجيب معلقه جات معلكه، مع درت فيها هذاك الزبيب كبير. شو تبارك الله الزبيب قداش جات زوينه. وزينت باللوز اللي محمر وهكا بالقرقاع، القرعه قطعتها طروفه والبيض، ودرت فيها حتى الحمص. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تعجبكم. هذا هو حنا كنديرو بحال كبس 27، كنديرو كسكسو بالتفايه ولا بحال الرز بالخضره حتى هو كيجيو باللحم. المهم كل واحد شنو كيدير، كاين كيدير الرفيسه. وانا شاركت معكم اليوم الفطور ديالنا اللي هو كسكسو بالتفايه. نتمنى يعجبكم بالطريقه ديالي. لاصوص زدت سخنتها هي باش نديرها هنا بالزليفات ونحطها، ونخليكم معنا حتى نمشيو للطبله باش نوجدوا باقي التحضيرات. وداد راه موجده المعلقه. جاك الجوع وداد كي داز النهار مزيان.
سخت. سولي أميرة نسيت حق أميرة، كي داز النهار؟ أميرة كي داز النهار في الصيام؟ بصح ما جاتكش الجوع؟ جاك الجوع. المهم هذا هو فطورنا، انا شاركته معكم ديال ليلة القدر، نتمنى يعجبكم. وعندي اختي، ها هي. مرحبا بك نسيمة. جات عندي اختي وراجلها ووليداتها، ومرحبا بك فطر معنا. صافي كلينا ديك القصريه وما شهيتكم فيها، جات قصريه غزاله كتشهي بصراحه، كلينا حتى شبعنا فيها. ومن بعد عاد حطينا، اختي بغات تمشي، راجلها خدام صباح خدام، هاكي زربنا. المهم قلت لهم جلسوا ما بغاوش، حطينا التحليه باش ياكلوا منها. بصراحه كي جات زوينه، شوف كي جات قاصحه، وحتى المذاق ديالها ديال الشوكولاط جات زوينه. صافي من بعد صلينا حنا، مشاو همايا، نتا انايا جمعت هكا الصالون، شطبت هذاك الكسكسو اللي طاح. بغيت نطلق شويه ديال العود وما عنديش هذيك المبيخره، عندي غير الفاخر واش نديرو. فعندي هاد الريحه ديال العود، بغيت نديرها، درتها هكا في ديك الورده باش تبقى طالقه هذيك الريحه زوينه في صافي. والبنات لبسوا هكا قفيطنات ديالهم مناصله ديال التراويح. دابا عاد يفرحوا هكا براسهم، يلبسوا هكا البدلي، وحتى انا لبست هذاك القفيطين ديالي هكا خفيف، هذا غير ديال الدار. كنخيطهم هادو، عندي منهم الالوان، كنلبسهم هكا هكا كيكونوا مرتاحين خفافين، حيت الثوب ديالهم ديال الخير. وبالنسبه ديال الوداد راه فيه ديال المبرة، حتى هو كنترسو ليها بالطرز ديال الرباطي، ومنبت هكايا بالعقيق ديال الزمرد. ولكن التحت ديالو هذاك الصايا مصايب من واحد الثوب بحال الشبكه، وفيه البريو جاي زوين هكا. تلبسهم غير مناسبات بصراحه، واخا تنخيط ليها اللباسي هكا ما تيكونوش مناسبات بزاف، سيرتو في هاد الايام هذه اللي دازت كيبقاو غير محطوطين. دابا هكا هادي فرصه باش نلبسوهم هكا البنيتات ديالنا داكشي ديال البلدي، وصافي. وهكا يمشطوا شعراتهم ويقادوا يديروا هكايا العطر، يديروا هكا يفرحوا براسهم. نعرفوهم بالليله ديال القدر شنو تيكون فيها، وشنو هكا تكون صلاه التراويح، تيكون هكا قيام الليل، تكون هذيك الجلسه ديال مورا التراويح هكا باتاي وهكا التقاليد ديالنا. المهم انتم خليكم معنا. عمرت اتاي وجلسنا باش نشربوا اتاي هكا مع شويه ديال السفوف. بصراحه السفوف ما كنحطوش انا في الفطور، حتى مورا الفطور عاد كلا عمرنا اتاي كنحطو هكا السفوف مع اتاي، ولا مع شويه ديال الفاكهه، ولا راجلي كيخرج هو يتمشى واحد شويه وكيجيب لنا الزريعه بحال هكا ولا الكاوكاو،
عاد كنجلس بحال هكايا وكنبقى نخيط وانا كنقب. المهم اليوم الليله ديال القدر غير غنصليو وهكايا نجلسوا شويه نرتاحوا. اليوم خدمت مازال في الصباح خدمت شويه، اما هكا مني بديت نوجد الكسكسو هذاك حتى لهاد الوقيته راني ما خدمت حتى شي حاجه. كاين واحد الكسيوات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم ديال بناتي، راه ما بقى لي والو غير اكسسوارات وغادي نصلحوا ونشاركهم معكم. كاين كسيوات اخرين غنخليهم لكم حتى هما في الفيديو اللي من مورا هذا غادي تشوفوهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنت شاركت معكم بزاف ديال الحويجات. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من البارطاج.